السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنكمل كورس الاشكال الهندسيه. اهلا بكم قناه مس اروى، ويلا نبدا مع بعض ونقول الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. احسنتم، جزاكم الله كل خير. قبل ما ابدا عايزه اوجه تحيه كبيره جدا 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 لكل اصحابي الحلوين، وخصوصا عايزه اقول لمجد الدين وجوري وجنى ومالك ومحمد وحور ان انا بحبكم جدا جدا جدا، وان انتوا في قلب 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 مس اروى. لو حابين اوجه تحيه لاولادكم سيبوا لي اساميكم في الكومنتات تحت الفيديو. يلا نسمع الحدوته بتاعتنا. مين يحب يسمع الحدوته يرفع ايده؟ انا شطار. كان يا مكان في قديم الزمان كان في اب عنده اسره جميله جدا. الاب ده اشترى قطعه ارض كبيره جدا، ارض كبيره قوي يا ولاد، وقرر ان هو يبني عليها او في وسطها بيت حلو جدا عشان يلم اولاده فيه ويعيشوا فيه. فقرر ان هو يبني بنفسه البيت. فراح يا ولاد جاب خشب وجاب اسمنت عشان ايه؟ عشان يبني البيت. فقرر ان هو عشان يبني البيت قال اول حاجه لازم اعملها لازم ايه؟ لازم عشان نبني البيت لازم نستخدم اعمده. نستخدم ايه؟ اعمده. فجاب يا ولاد اول عمود وحطه على الارض. ادي العمود اللي جابه وحطه يا ولاد على الارض بالشكل ده. وبعد كده جاب عمود قده بالظبط وحطه قدامه يا ولاد. ادي العمود التاني وحطه قدامه بالشكل ده. بعد كده يا ولاد بص كده وقال الاعمده دي عشان تثبت اكتر لازم ايه؟ لازم اجيب عمود قدهم بالظبط نحطه على الارض كده عشان يثبتهم. فراح يا ولاد وجاب عمود، وادي العمود اهو وقده بالظبط. وبعدين بص كده وقال ايه ده؟ هو البيت هيبقى منه كده للسما كده، منه كده للشمس، اي حاجه تيجي تدخل في البيت على طول ما ينفعش. فقال ايه؟ قال في حاجه ناقصاه. ايه الحاجه اللي ناقصاه يا ولاد؟ ايه الحاجه اللي ناقصه البيت؟ يعمل له ايه؟ يعمل له سقف. شطار يا ولاد. فقرر ان هو يروح يجيب عمود رابع قدهم بالظبط عشان ايه؟ عشان يحمي البيت. قال بقى يا ولاد لما شاف البيت عجبه جدا، قال له يا بابا الله ده شكله حلو جدا. بابا قال له فعلا ده شبه المربع بالظبط. فاحمد قال له اللي هو ابنه يعني، قال له يعني ايه يا بابا مربع؟ ايه المربع ده؟ انا مش عارفه. قال له المربع ده يا احمد هو شكل هندسي. شكل ايه يا ولاد؟ هندسي. هو اسمه مربع لانه عنده 4 اضلاع. بصوا كده يا اولاد، 1 2 3 4، وعنده 4 اضلاع بس الاضلاع دي كلها قد بعض. قال له ازاي يعني يا بابا؟ قال له يعني يا احمد لو احنا جبنا الضلع ده او العمود ده وحطيناه على العمود ده او حطيناه على ده او على الضلع ده هيبقى قده بالظبط، كلهم قد بعض. قال له الله يا بابا ده شكله حلو جدا. قال له انا مبسوط قوي يا بابا ان البيت على شكل مربع. بابا قال له تعالى بقى عشان نكمل البيت ونعمل النافذه بتاعه البيت او الشباك بتاع البيت. فاحمد قال له بابا انا عايزك تعمل لي النافذه على شكل مربع. وفعلا راحوا يا ولاد عند النجار عشان يعملوا النوافذ يا ولاد. وجابوا ايه؟ جابوا النوافذ على شكل ايه يا ولاد؟ على شكل ايه؟ مربع. شطار. ادي النافذه الاولى وادي النافذه الثانيه، شكلها جميل قوي. شبه ايه يا ولاد؟ شبه المربع. وكان مبسوط احمد قوي، وقرر هو وباباه ان هم يروحوا ويكملوا عشان بقى يكملوا باقي البيت ويبنوا البيت كله. ودول تلخص الشكل الهندسي اللي معانا النهارده يا ولاد اسمه مربع. اسمه ايه؟ مربع. اسمه ايه يا ولاد؟ مربع. وليه اسمه مربع يا ولاد؟ لانه عنده 4 اضلاع. يعني ايه اضلاع؟ يعني خط مستقيم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. وقلنا يا ولاد ان هما الاضلاع دي لازم تكون كلها قد بعضها. لازم يكون ايه؟ تكون ايه يا ولاد؟ لازم تكون كلها قد بعضها. ما ينفعش يكون واحد اطول من التاني او من التالت او من الرابع. ما ينفعش ده يكون اطول من ده او من ده او من ده او حتى اقصر منه. لازم كلهم يكونوا ايه؟ قد بعض. لازم كلهم يكون ايه؟ قد بعض. شطار. يبقى اسمه ايه الشكل ده يا ولاد؟ مربع. اسمه ايه؟ مربع. وليه اسمه مربع يا ولاد؟ عشان عنده ايه؟ 4 اضلاع. شطار. والاضلاع لازم كلها تكون ايه؟
قد بعضها بالظبط، لازم تكون كلها ايه؟ قد بعضها. ممتاز. مربع. مربع. يلا نغني مع بعض يا ولاد، يلا نغني مع بعض. انا المربع، في كل مكان وضعوني، ابحثوا عني، في كل مكان تجدوني، نافذتي تطل على الأشجار، شكل نافذتي مربع، صندوقي أخفي فيه الأسرار، شكل صندوقي مربع، سقف غرفتي لوحة الأزهار، سطح الطاولة وشكل الجدار. أنا مربع، تجدني في كل مكان، ابحثوا عني، في كل مكان وضعوني. شطار شطار. يلا نحل بقى تدريبات مع بعض يا ولاد، يلا نحل التدريبات. عندنا أول تدريب بيقول اختر شكل المربع. مين فيهم مش شبه المربع؟ نفتكر كده مع بعض. مربع كان عنده كام ضلع يا ولاد؟ من اسمه 4 أضلاع. ممتاز. ده المربع. تعالوا كده نتأكد نشوف عنده كام ضلع. 1 2 3. لا المربع ما عندوش 3 أضلاع. المربع عنده ايه؟ 4 أضلاع. شطار. ده المربع. تعالوا كده نعد. 1 2 3 4 كلهم قد بعض. شطار. ممتازين. طيب التدريب اللي جاي تدريب ظريف جدا يا ولاد. احنا عندنا هنا مجموعة أشكال وعايزين نوصلها بالأشكال الهندسية اللي احنا أخدناها يا ولاد. تعالوا كده نفتكرهم مع بعض. خلينا الأول. يلا يا ولاد، ها ده شكل ايه؟ مربع. ممتاز. عنده كام ضلع؟ 4. ممتاز. وده مثلث. شطار. اسمه مثلث ليه؟ عشان عنده 3 أضلاع. ممتاز. ودي الدائرة طبعا كلنا عارفينها. طب تعالوا نوصل الأشكال ببعض يا ولاد. ها البرتقالة شبه ايه يا ولاد؟ شبه المربع؟ لا، شبه ايه؟ الدائرة. شطار. نوصلها بشكل الدائرة. الدائرة ده ممتاز. ها النافذة شبه ايه؟ تعالوا كده نعد. عندها كام ضلع؟ 1 2 3 4. ها شبه ايه؟ المربع. ممتاز. ده المربع؟ خطأ. ده المربع. ممتاز. شطار جدا. اللهم بارك. ها البيتزا. مين بيحب البيتزا يرفع ايده؟ انا. شطار. شبه ايه البيتزا؟ المثلث. ممتاز. بس هي على شكل مثلث ايه؟ قلبين ومقلوب. ها قفل شبه ايه يا ولاد؟ تعالوا كده نعد يا ولاد. عنده ضلع ولا لا؟ 1 2 3 4. يبقى شبه ايه يا ولاد؟ المربع. ممتاز. يلا نوصل بالمربع. اخر شكل معانا كرة. الدائرة. شطار. احلى ولاد واحلى بنات. ممتازين يا ولاد. ودي كانت حلقتنا النهارده للشكل الهندسي المربع. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك، واي سؤال سيبوه في الكومنتات. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.